أنا ما أحسد لا والله، بس أقول الناس اللي عندهم أنا ليش ما عندي؟ ليش ما أسمع صوتها؟ ليش ما أسمع بس كلمة حسين منها؟ وصلت المرحلة أستاذ عمر والله العظيم أدخلها الحمام أنا بيدي، والله العظيم مشتاق بس لريحتها، مو هواي مشتاق بس أشوفها بالحلم ثاني وبعد ما أقدر أشوفها. ولحد الآن ما أقدر أشتغل، ما أقدر أنام، ما أقدر أقعد، ما أقدر آكل ولا أشرب بسبب قد ما مشتاق لها. حيل مشتاق لها، ما أقدر أسوي أي شيء. أدعي لها وأصلي الحمد لله والشكر، بس الحرق بالقلب ما جاي تطلع أستاذ، ما جاي تطلع. انصحني. يا ابو ايش قد الرسالة توجع، والله العظيم ما واللي ما أقدر. يحس بيها ما يفهم. يا رب الحمد لله على نعمة الأم ووجود الأم. الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم لما وصوا بالوالدين وخصوصا الأم، الله سبحانه وتعالى لما جعل رضاتها ورضات الأب من بعد رضاته، ترى هذا شيء مو هين. لا رضات وزير ولا أمير ولا ملك ولا رئيس ولا أي أحد مهم بهذه الحياة، وإنما رضاء الأم. كلتنا دا نغلط بحقه، وكلتنا دا نطنش أحيانا، ونحاسب إنه هذا الشيء يدوم معانا، وما نعرف إنه ترى إذا خسرنا الأم خسرنا الحياة. كل واحد كل واحد مبتعد عن أمه أقول له حياتك ظلام بظلام. ليش ما تفهمون معنى الحياة إنه ترى بقرب الأم؟ ليش ما تفهمون الحياة ترى بدون الأم ما تسوى لك فلس؟ ليش ما تقول أمي ترى وجودها عظيم بحياتي؟ ليش ما تقول أمي اللي تعبت وسهرت؟ صعب أول عمرنا الدار مهجور، بعدنا صغار يما شيفنا منك